من النهاردة انسوا تماما اني هنسبك خلطة المحشي، هتبقى بالمنظر الجميل ده في 5 دقايق بالظبط بدون تسبيك للطماطم ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. لو جربتوه بطريقتي متأكدة مش هتعملوا غيرها. اول حاجة هيكون معانا شوية زيت كده كويسين، وكمان معلقة من الزبدة. هنكون مقطعين البصل قطع مش مفروم، يعني مش هكون عاملاه بالمبشرة، انا هكون مقطعاه بالمنظر ده كده اللي انتوا شايفينه، قطع مش صغيرة قوي. وهنزل بالبصل بعد ما الزيت يبدأ يسخن بسيط وهشوحه. بعد كده هنزل على البصل بحوالي 5 فصوص من الثوم المفروم. الثوم في المرحلة دي بيكون حلو جدا ان انا هشوحه مع البصل وهيدي ريحة جميلة قوي. مش هنكتر قوي، هما مجرد 4 أو 5 فصوص ثوم. بعد ما شوحت البصل مع الثوم هنزل بالبهارات الجميلة. هيكون معانا بابريكا، شطة، فلفل اسمر، كمون، كزبرة، كاري، وكمان قرص من مرقة الدجاج وقرفة على جنزبيل. هنزل بكل ده على البصل واديله تشويحة كمان. الخطوة دي هتخلي ريحة فظيعة لخلطة المحشي كلها، ويعتبر ان انا كده بتبل بيها البصل، وكمان بديله اللون اللي انا بوصل بيه بعد ما بحمره، فده بيكون صحي اكتر والطعم بيكون جميل اكتر كمان. هنزل كمان بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم الجاهزة. وعشان احافظ على برطمان الصلصة ما يحصلش فيه اي حاجة، هغطيه تماما بالزيت كده، وهبدأ اغطيه واحطه في التلاجة. باذن الله هتفضل الخطوة دي محافظة على برطمان الصلصة لاخر معلقة. شايفين منظر البصل بدون تحمير خالص لونه بقى جميل ازاي؟ فلما اضيف الطماطم عليه هيديني اللون الجميل اللي هو بقعد احمر البصل عشان اوصل ليه. هنا كمان مجهزة مش عصير طماطم عشان بيكون فيه سوائل كتير، انا عاملة الطماطم في الكبة بتكون زي ما انتوا شايفينها كده. بجد انا عاوزاكم تجربوا كده، سواء البصل يتعمل في الكبة ما يتفرمش قوي، يكون قطع زي ما انتوا شوف. الطماطم كمان نعملها في الكبة بالشكل ده كده مع قرن فلفل احمر، بيكون حلو قوي. 5 دقايق بالظبط هتكون خلطة المحشي جاهزة معانا بدون تسبيك للطماطم ولا تحمير للبصل تماما. كمان هضيف ليها نص معلقة او معلقة كده من السكر، وحوالي معلقتين من الملح. نقلب الخليط بقى كده مع بعضه ونبدأ نجهز الرز مع الخضرة. انا هنا غسلة الرز كويس جدا ومصفياه، بس بقلبه مع الخضرة قبل ما اضيفه للخلطة بتاعة المحشي. كمان هضيف حوالي معلقتين من الزيت، ده بيخلي الخلطة مختلفة تماما وحلوة قوي وبتلمع كده وليها لون جميل. وهقلب كل ده مع بعضه. هنا زي ما انتوا شايفين مخدتش دقيقتين او 3 على النار وكانت جاهزة خلطة، احلى خلطة محشي، ريحتها قلبة الدنيا بجد تحفة. ولا تسبيك ولا اي حاجة، وزي ما انتوا شايفين جمالها وشكلها عامل ازاي. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. خلاص كده هي بقت جاهزة، طفيت عليها وقلبت الرز مع الخضرة بالشكل ده. هبدأ بقى اخد من تسبيكة المحشي الجميلة بتاعتنا دي، وهحط على الرز، هضيف حبة حبة لحد ما احس اني خلاص الرز اتشرب تماما من الخلطة. خلاص كده قلبت خلطة المحشي مع الرز والخضرة. بجد عايزة اقول لكم يعني هتحسوا بطعم مميز جدا. طعم الطماطم هيكون مع البصل مع البهارات مع كل ده باين جدا في المحشي، مش مجرد ان هو يكون لون وخلاص. مستنية ارائكم في خلطة المحشي بتاعتي النهاردة. انا سهام ابراهيم، لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.